القرارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة المالية والقاضية بتوسيع قائمة المواد الغذائية الأساسية الخاضعة للتأشيرة الجمركية بتلمسان دفعت التجار للدخول في إضراب إلى غاية العدول عن هذا القرار. هذا القانون بالنسبة للولاية الدائرة تاع مغنية أخويا هذا قانون عنصري نهضروها نيشان. واش حنايا ماشي جزائريين؟ فهم عندك الحدود نتاعك، عندك الحدود دير في الحدود. واه اخويا عندك الحدود اخويا بلع الحدود. علاش اخويا دير لي 35 البصله ديالها الفيزا؟ التعليمة ومن جر عنها دفع ضريبتها المواطن بالارتفاع الفاحش للمواد الاستهلاكية. رانا مغبونين، هاد الولاد راهم مغبونين، اللي عنده شي حانوت راه مغبون، اللي عنده حلوطو راه مغبون، يمشي يعمر المازوت ما يجبرش، يعمر ليسونس ما يجبرش، يوكل ولادو ما يجبرش، يمشي يشري الحليب غالي، الخبز غالية، كل شيء راهم يقاليزيوه في هاد الطريق هذه ويديروا التأشيرة. رانا مغبونين بزاف. من جهتها مصالح الجمارك أكدت أن القرار لا يضر التجار ولا المواطنين بقدر ما ينفع الاقتصاد الوطني. ملزمين بتنفيذ ما جاء في القرار. إدارة الجمارك أولا وقبل كل شيء موجودة لحماية الاقتصاد ولحماية التجار ولحماية المواطن. وفي انتظار حلول جديدة تبقى مناطق الشريط الحدودية تعيش على وقع صفيح ساخن بين هذه القرارات الضارة بالنسبة للتاجر والمواطن والنافعة من أجل حماية الاقتصاد الوطني. الصومال من أيام نسمع رقم اندهشت، يصدروا مليونين تاع راس بقر ومليونين ما بين معز والغنم والغنم و97,000 راس تاع إبل للغولف شاكاني. 2 مليون دو فاش، 2 مليون دو بروبي دو شاف et 97,000 de chameaux exportables dans les pays du Golfe. C'est pas normal. البلاد هذه اللي ما عندها اللحم تصدروا، ما عندها الجلد تصدروا، ما عندها الماكله للشعب تاعها، يعني غير معقول. وراح جيب كاميو تاع ترونسبور، جيب الكاميو تاع سي با بوزيبل، سي با بودر دو لي، سي با يعني لا بودر دو لي، لي زونتربريز دو ترانسفورماسيون تاع لي فروماجري لا بروبي لا شيفر ايتترا. وكاين الناس اللي حابين يتمعنوا في هذا، ولكن ما كاينش سي دون سو كرينو لا. في هذا القطاع نقدر نخلق مؤسسات صغيره متوسطه كثيره ما بين لامون إلى لافال. يعني كومونسون بار لامون لافال، يعني من البدايه للنهايه. هذا قطاع، هذا مثال قطاع حي يقدر يكون فيه يعني خلق مؤسسات تكلمت عن الفلاحه وهي اول بديل يعني ومؤسسات دائمه. يستحيل يعني الصومال ما كون قلت المانيا قال بزاف علينا، قلت فرنسا قال الصومال رانا كيف احنا مع بعضهم، ما قصر ما نقص منهم، ما مكتر منا، ما رانا تحت منا. كيف هما يصدروا وحنا لازمنا نجيبوا؟ هي ماهوش معقول. يعني من المساحه الارضيه ولا من المناخ ولا من اليد العامله موارد بشريه ولا من الموقع الجغرافي. انا نظن بلي لازم نغيروا اذهان تاعنا ونغيروا اسلوب تاعنا على كل المستويات. السلام عليكم. انا جيت اليوم باش نقول لكم الحوايج اللي كاينين في الجزائر وباش نصحح الافكار للمغاربه على واش راه صاير عندنا في البلاد. كما قال سي موسى، قال لي عندكم الخير في بلادكم. هو فعلا كاين الخير، كيبان للمغاربه، كيبان لكاع الشعوب تاع العالم. كل الجزائر بلاد مرفهه عندها دراهم، ولكن الدراهم تاع الجزائر ما كيستافدوش منه الشعب تاع الجزائر. عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا مجموعه تاع الثروات الباطنيه ما كيستافدش منها الشباب تاع الجزائر. الشباب تاع الجزائر واللي كتكون نسبه تاع الشباب في الشعب الجزائري هي 40% تقريبا عاطله عن العمل. هي الشماره عندنا اون باكال. راه حتى واحد كما تقولوا نتوما هنا في المروك، حتى واحد ما يهرب من دار العرس. وكان لقينا بلادنا مزيانه، ما نجيوش نحرقوا، ما نجيوش لهنا للمروك، وما نمشيوش، ما نبغيوش نمشيو لاسبانيا. نقول لك بصراحه، حنا ما كنعايروش المغرب. الشعب الجزائري راهي معروف. كاين ولاد عمنا في المروك وانتم عندكم ولاد عمكم في الجزائر. عندنا هذه راها معروفه. هادو جنرالات نتاع الجزائر اللي كيتحكموا في الدواليب تاع السلطه واللي في يدهم الاوامر، كيسخروا مجموعه من الشباب، كيعطيهم الدراهم، كيستغلوا الفقر.
راه الرسول راه عمر بن الخطاب قال لك لو كان الفقر رجلا لقتلته. كاينه كيستغلوا ذاك الفقر تاع الشباب وذاك الضعف نتاع الشباب وديك الخدمه اللي ما كايناش، ويحسن عون الشباب، خصو يعيش، خصو هو يحوس، خصو ياكل، خصو يشرب. دونك كيضطروا يديروا هاد الفيديوهات هادو، كيتخلصوا عليهم الدراهم وكيديروا هاد الفيديوهات. ما راهش يقرب عند الشعب بوتفليقه، ما راهش يقرب عندهم، ما راهش يقرب عند الشعب، ولكن شتا راه يدير غير هكذا بالراس. انا جزائري صافي 6 ما شفتش بوتفليقه يدور في الشارع ياك. من نهار فرق الديور في رمضان هذه في 2006 ولا في 2007 ما عاودش شفنا بوتفليقه. وانت وين تسكن في الجزائر سيدي احمد؟ نقول لك يا سيدي احمد في جاي المعيشه في اسبانيا كيفاش دايره، وعارف البنيه التحتيه تاع اسبانيا كيفاش داير. كنشوف باللي المغرب راه يتحسن، راه يطلع لواحد المستوى اوروبي، لا من ناحيه الطرقان، لا من ناحيه البنيه التحتيه، لا من ناحيه الاوتيلات، لا من ناحيه السياحه. كاين واحد التقدم كبير. هذا التقدم اللي راه ساير فيه المغرب، مالغري المغرب ما عندوش الفلوس وما عندوش ثروات كما عند الجزائر، راهم خايفين اذا الشعب يفيق واش راه صاري في المروك. يدخل ويفيق واش راه صاري في المروك، ندوزو من الحدود نورمال. الدراهم لمن تعطيو الدراهم؟ نودوها الجزائري، العسكر الجزائري، العسكر تاع الجزائر، هما اللي راهم يدوزوكم، هما اللي راهم يدوزونا حنا، يدوزوا السوريين، يدوزوا الكحل، يدوزوا المراركه اللي حابين يدخلوا عند العائله نتاعهم، يدوزوا اصحاب السلعه، يدوزوا الحلابه اصحاب ليسون، وراهي باينه راه مهلي في براس ما كيما راكم تقولوا انتم في الجزائر. براس ما والله الا الملك زين عندنا احنا في المغرب، والله راه يحن على الشعب تاعو. ها راكم تشوف، وانت ان شاء الله راك غادي تشوف بعينيك الملك تاعنا. هادشي اللي باغي نقول لك انا صافي. كتشوفها في المغرب احسن. المغرب كاين لا كاليتي وكاين ثمن رخيص. في الجزائر كاين المونك كاليتي وثمن غالي. كلشي كنجيبوه من برا، كلشي كنستوردوه من برا، ما عندناش صناعات غذائيه اللي في الجوده. وديك السلعه اللي راها توصلكم راه يقولوا لكم تاع الجزائر، هي النص الكبير تاعها غير كتفوت على الجزائر. بحال نعطيكم انا مثال الدخان. الدخان راه ما كيصنعوش الجزائريين، كيفوت كوتربون. انتم كتجيبوا الدخان على فرنسا وحنا كنجيبوا الدخان على كولومبيا كتزور الدخان. هكذاك هذا واش كاين. كتكون شي بيريمي. كاين اللوبيات اللي راهم قابضين هذا المجال تاع التهريب وكيشريو السلعه رخيصه من تما بيريمي وكيعاودوا لها لاطات يدخلوها يبيعوها للمروك. السياسه وكاين سياسه اخرى راها تنهجها، راهم ينهجوها الجنرالات تاع العسكر تاع الجزائريين، وانا من هذا المنطلق كنقولها. الكنينه تاع الجزائر اللي كتقولوا نتوما تاع الجزائر متوفره عندكم هنايا بزاف، ولكن في الجزائر ما كايناش. علاه ما كاينش يعني القرقوبين ياك؟ قرقوبين علاش في الجزائر ما كاينش؟ كاينه بواحد الشكل قليل بزاف. احنا الشعب حابين نفتحوا الحدود، الشعب حاب يكون هو والشعب المغربي خاو، ولكن يبقاو الجنرالات هما اللي متحكمين في هذه السلطه هذه، هما اللي في يديهم القرار. القرارات الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة المالية والقاضية بتوسيع قائمة المواد الغذائية الأساسية الخاضعة للتأشيرة الجمركية بتلمسان دفعت التجار للدخول في إضراب إلى غاية العدول عن هذا القرار. القانون بالنسبة للولاية الدائرة تاع مغنية أخويا هذا قانون عنصري، نهضروها نيشان. واش حنايا ماشي جزائريين؟ فهم عندك الحدود نتاعك، عندك الحدود دير في الحدود. اخويا عندك الحدود، اخويا بلع الحدود. علاش اخويا دير لي 35 البصله ديالها الفيزا؟ التعليمة ومن جر عنها دفع ضريبتها المواطن بالارتفاع الفاحش للمواد الاستهلاكية. رانا مغبونين، هاد الولاد راهم مغبونين، دي عنده شي حانوت راه مغبون، دي عنده حلوطو راه مغبون، يمشي يعمر المازوت ما يجبرش، يعمر ليسونس ما يجبرش، يوكل ولادو ما يجبرش، يمشي يشري الحليب غالي، الخبز غاليه، كل شيء راهم ميغاليزيوه في هاد الطريق هذه ويديروا التأشيرة. رانا مغبونين بزاف. من جهتها مصالح الجمارك أكدت أن القرار لا يضر التجار ولا المواطنين بقدر ما ينفع الاقتصاد الوطني. ملزمين بتنفيذ ما جاء في القرار. إدارة الجمارك أولا وقبل كل شيء موجودة لحماية الاقتصاد ولحماية التجار ولحماية المواطن. وفي انتظار حلول جديدة تبقى مناطق الشريط الحدودية تعيش على وقع صفيح ساخن بين هذه القرارات الضارة بالنسبة للتاجر والمواطن والنافعة من أجل حماية الاقتصاد الوطني. راك تشوفوا كيفاش راه صارينا ملي استقلينا وحنا عطشانين، ملي استقلينا والمسؤولين تاعنا المحليين على خاطر ما نمشيش بعيد، المسؤولين المحليين تاعنا يخدموا على ارواحهم.
على جيوبهم سامحين في الشعب هذا، يعرفونا نهار الفوت يجيو يديروا لنا بلبله ويبقاو يفرقوا لنا في الشعب، انت يا اخضر وانت يا احمر وانت اصفر. احنا فرحنا بالوالي الجديد اللي جانا هنايا وهضروا له الشعب على الفيلاج هذا، اللي الفيلاج هذا من نهار اللي استقلينا ما كانش واحد اللي خرج ضد البلاد نتاعنا. جا الوالي الجديد وعدنا باش يخدم لنا الفيلاج تاعنا. نوعدكم باللي الفيلاج تاعكم يولي ورده. من نهار اللي مشى راه يستنى في الدراهم يهودوا له من الكاميرا من النازا ولا ما فهمتش انايا. اللي كان ما عندناش حق في البلاد هذه يقولوا لنا ما عندكمش حق. احنا المشكل تاعنا مشكل تاع بطاله، مشكل تاع سكن ومشكل تاع الماء. هذو ثلاثه اللي يخصوا في البلديه تاع العريشه. لامبورت لو كيجي رئيس بلديه تاع العريشه يفك هذو ثلاث صوالح. وقضيه تاع المرت، قضيه نتاع السهوب الارض السهبيه يقلعوا لنا لا مافيا من هذو ثلاث صوالح. صاي البلديه تاع العريشه ما يخصها والو. لا خاطر علاش الناس موالين والبطالين مساكين راهم يمشوا يرفد فاياج رمله ويدي ذيك 40,000 وقانع بها ما يخون ما طلع للجبل ما يحوس على ماده ما يحوس يدير لوطو. حوسوا غير قيدني نقيلك. هذا ما كان، هذا هو الشيء اللي راه يخصنا. كاينه حاجه قلتها انايا قدام السيب الخادم وراني نعاود نقولها قدام الشعب على قضيه نتاع الارض العرشيه. علاش ما يسووها لناش؟ احنا رانا عباره عن لاجئين كيما تاع الصحراء الغربيه. غيجي شركه تفوت لك في بلادك ما عندكش حق، يجي المهم تجي الدوله تتمسلك في بلادك ما عندكش حق. اللي رانا ما عندناش حق في الارض هذه يقولوها لنا بصريح العباره ويشوفوا لنا بلاد من نمشوا. الارض العرشيه هذه اللي راها الدوله حاصله فيها علاش ما يسووناش القضيه نتاعها؟ تمشي للبنكه الشباب يدير السلفيه تاع البنكه ولا يمشي للونساج ولا اللاكناك ولا يقولوا له جبنا عقد نوطاري. على بالك مقر بلديه نتاع العريشه وين راها البلديه في حد ذاتها؟ ما فيهاش مترا. احنا ما عندناش الملك. يقول لك جبنا الحيازه ما عندناش الحيازه على الكراجات ما عندناش ملك. اللي سما هذا الشباب اللي جا هذه تاع المزبله هذه راهي هنا الفوق وراهي هنا ثاني كاينه تحت المزبله هنايا كبيره راهي تهود حتى المنطقه نتاع ضايا. والضايا هذه مرفوضه عالميا في البيئه والمحيط. البيئه والبيئه هاي ما عندنا لا بيئه لا والو. ما عندنا حتى حياه في هذا القريه هذا. ما عندنا حتى ما واش غادي نقول لك. ما عندي ما غادي نقول لك. كل شيء راك تشوف فيه بعينك. تقدر ترفد الاخر الكاميرا تاعك وتروح للزوبيه هذه وتروح للزوبيه هنا تحت البير. وحنا تحت البير. المشكل تاعنا حنايا راهم هضروا لك عليه ولاد البلاد الاصليين والصوره كاع يمشوا هذه ويطلعوا الجينيراسيون هذه. ولو ما نحكي لكش عليه لخاطر انا عاده كي درت الريزيدونس يحكاو لك عليه ولاد البلاد كيش راهم عايشين. انا نحكي لك على حاجه ما تخصنيش انا كشخص، تخص كاع المجتمع. حنا عندنا بلديه نتاع سبدو راها تقيس لنا القمامه العموميه نتاع شحال من النسمه وراهم مدوا البروجي الواحد اللي ماهوش نورمالمون ما يمدوهلاش ما عندهاش الامكانيات. ولي زاكسيدون اللي راهم صارين تما ما راه سالك لا بكمه، ما راه سالك لا اللي ساكن، ما راه ساكن حتى واحد ما راه سالك. البلاد هذه بلاد شهداء، البلاد هذه بلاد شهداء وسموها على شهيد وراها ميته البلاد. سموها على الشهيد يعدلوها. 2014 نتمشوا على التراب 58 نجبد حسينه نتاع بترول قاعد مردوم هنايا. علاش راهم يقتلوا فينا حنايا كيها؟ حتى حنا يعاونونا، حنا شباب واليوم راه في عمرنا 60 عام فوتناها هنا في بالحاج بوسيف ولحقنا على والدينا الشبان وولاو شياب في ذي البلاد وما شافوا والو. وكيفهم حنا ما شفنا والو. حنا يعدلوا لنا البلاد. تقرصك عقرب هنا والله غدا مت هنا ما عندكش اللوطو والله ما تهود تسبدو. الصحه قضيه الصحه ما عندنا والو. عطاونا لي بيلونس داوها للعريشه ورانا قاعدين هنا والفقراء هنا بزاف والله ما تطيح في العرف لا هو تسبدو. وكنا شباب ولينا شيوخه. فيما يخص الصحه خويا هنا كاين طبيب يجي هنا خطره في الاسبوع ولا زوج ولا هكذا. لابيلونس كاينه نتاع الفيلاج وراها ما تخدمش هنا تمشي للعريشه يدوها للعريشه داوها للعريشه. الاناره هنا منعدمه ما كانش. الطريق هنايا ما كانش. الشباب هنايا اغلبيه كاع قارين ليسونسي كاع راهم ضايعين مساكين. ولاو الشيوخ الشباب راهم يجي يديروا دي كونكور هكذا يجيبوهم منا ومنا ما كانش منا في الفيلاج.
مديريه التربيه هما يديروا لي كونكور من الفيلاج بزاف صحاب لا ليسونس. يجي هنا واحد يجيبوه من رمشي ولا من حنايا ولا ما عرفش يقري هنايا والبزاوز ضايعه. العمال هذه الشركه نتاع سوناطراك منا يمشيو يخدموا لنا صحاب الفيلاج ما يخدموهمش. يقول له انت يجيبوا نتاع النعامه ولا ما على باش من يجيبوهم. رزيدوا تاع النعامه من نقول خويا. يعني بيحاولوا حتى موتى هنا. مليا في تاعنا الابار هنا عندنا 4 تاع الابار ولا 5 الماء يجي خطره في الاسبوع. والله الاغلبيه الناس تشري الماء. حاشاك اللي يزيقوا هنايا كل شيء ما كان والو كل شيء مطرطق. الطريق ما شقاش نحكي. بون المشاكل اللي راه عندنا عليها هنا هي القريه خويا راه مخصوصه من كل حاجه، من الطرقان من لي زيكو من الانارات من الاوسخ من كل عده اماكن. هذه ما ندرقوش على بعضنا بعض واللي راه يمدنا يقلع. بون نولوا المعنيين بالامر يا خويا راه مكثونا غير بالانتخابات. اللي يجيك تقول هذا راه ماشي هودنا كل شيء من السماء. بصح مع ثاني ما كان حتى شيء. عندنا كيسمع عندنا بون كيسمع الرسائل اللي انا نبعتوها الشاف دايره وللوالي والى اخره. يا اخي ما راهش توصل. سمعتني ولا؟ هذا الرئيس ما راهش توصل. حنا ماذا بينا باش يوصلوا شوفونا كنا دايرين كينا نشوفوا هكذا وهكذا نخلعوا. الله فاحنا ما عندنا والو. واش هو الشيء هذا ما عندناش سيدي. قلعونا باريونا سبحان الله. يا خويا المعني بالامر يجوا يشوفوا واش راه كاين. راه كتلنا الوسخ طرقان والى اخره. ما عندنا لا كلو لا والو. هنا باش تجي طيوطه تخدم ما يخدموهاش. تصبر ما عندناش. هيا من الوادي كوبيه نتاع البلديه ما يتمشاش. الضوء ما عندناش. منا كنت تهودي بني جديد هذيك النهار تخلعنا الروكار. والله لا عمنا هضرنا مع السلطات والله ما جاو. لا حمايه مدنيه عندنا قضيه النظافه والزوجه المراه كل خطره 4 ايام يومين 3 ايام لا واحد باغي يموت بالعطش. والثالثه الوسخ توصلنا خاطر حتى للدار. حنا الشباب رانا ضايعين. ما عندناش كاع وين نديفولو ما عندناش كاع وين نمشيو ما عندنا والو. وكاينه حاجه واحده اخرى كاينه الترونسبور. ما عندناش هنا ترونسبور هنايا نمشيو مع اصحاب الكلونديستان يحبسونا برا سما كي شغل ريسك. سما نقعدوا هنا تكون عندك قضيه تجيبها حاجه ولا منا سما والله مرض. ما عندنا لا امبينونس ما عندنا لا امبينونس لا والو. ما عندنا قريه بالحاجي بوجيف هذا مجاهد وشهيد لازم يتهلاو فينا وماذا بهم يجوا يشوفوا الوضع تاعنا. رانا ضايعين ما كان والو كاع كيما حكاو لك الشاشره هذو ما كان لا ما لا طريق لا والو. وبالاغلبيه الشباب راه ضايع والله مسكين والله العظيم. وتجي تدور وتشوف فيه والله وتجي تشوف والله العظيم لا تسيبها من النهار من الصباح من الليل والله ما يسعى حاجه. حنايا كشباب نتاع بالحاج بوسيف حنا ضايعين ما عندناش واحد ما عندناش وين نمشوا حنا من نعيشوا الدار تاعنا حنا وين نمشوا حنايا مين نمشوا. المشاكل السكن المياه البطاله الاوساخ لا خاصه الاوساخ. مع المسجد كما المسجد عندنا مسجد او تبارك الله ما عندهاش سكنه للامام ما عندهاش سكنه هنايا. عندنا مدرس ثاني ما عندهاش حتى هو حتى السكنه حتى يدير السكنه ماشي منعدمه ما عندوش. ما عندنا والو هنا في الفيلاج هذا تشوف فينا كي صايرين ما كان والو منعدمين من كل شيء. الشباب راه ضايع ما عندهش مخلوق منين ياخذ. ما عندهمش الناس راه كاين اللي يقبضها السكر كاين اللي يقبضها وادي الحراش من أمامكم وبيوت القزدير من خلفكم. هي يوميات حي الرمل 1 بجسر قسنطينة الذي كلما تساقطت الأمطار إلا وكانت بردا وليس سلاما على العائلات حيث تغمر مياه الصرف الصحي بيوت هذا الحي القزديري. والواد راح من هنا الشركه تاع دايا وغلقت علينا الواد من هنا والشركه تاع الطريق تاع طريق السياج تاع البون غلق علينا منا ولينا الداخل رانا نباتوا في الماء سيرتو دراري صغار. يسبح أبناء المسؤولين في البحر صيفا ويعوم الأطفال والعائلات الفقيرة في مياه الأمطار شتاء. حمل علينا الواد شوف الدار كيفاش راهي معاناة كبيرة خويا رانا فيها ما قدرناش كيفاش نعيشوا في هذه الحالة. اكتون ما وين تخلد شو كيف راه عايش ادخل لهنا طفله بنتو راهم داو هذوك للسبيطار. بلغة الأرقام تشير الإحصائيات إلى أن حوالي 4000 عائلة مسجلة في هذا الحي لم تستفد إلا من الوعود الكاذبة
رغم أن نشأته تعود إلى عام 1988. متسعين يجوا يماركونا ويروحوا يماركونا ويروحوا لليوم. قدمنا بزاف شكاوي، كل عام تحبط لنا اللجنه، يحبط لنا المير، يشوفوا الحاله اللي يعني فيها، بصح دائما نفس الحاله، ما يديروا لنا حتى حاجه. مسؤولون في قصور والشعب المغبون في قبور. بيخلوا الشعب مقنوط ما جاياش، يخلوا الجان يربي في قلبه حقد، يربوا له محبه في قلبه. 22 سنه ساكن لهنا يا اخو. هكذا يمكن ان نصف حاله حي رملي واحد بجسر قسنطينه، حيث الحياه فيه معطله مثل هذه السياره القديمه. ولسان حال سكانه يطالب من والي العاصمه عبد القادر زوخ التدخل السريع لترحيلهم الى سكنات تكفل لهم العيش الكريم. مو شعب جزائري، عندنا الحق في البلاد هذه، الا ما عندناش الحق صح يرمونا في الواد. واد الحراش من امامكم وبيوت القصدير من خلفكم. حقنا عندهم من عند ربي سبحانه، وما قلوبهم أشد قسوة من الحجارة. فأين المفر؟ طب ولماذا لا نتكلم عن الكونفرتيبيليتي تاع الدينار؟ لماذا لا نتكلم عن يصبح الدينار هو عملة قابلة للتحويل؟ علاش الآن جيراننا المغرب توجدوا عنده دينار درهم يتحول؟ نوجد إلى جيراننا في المغرب يرجعوا 70% للمصدر، يعني نعاودوا نولوا نلتقى. بس انا ولكن في رايي المشكل وراه، المشكل هو ما نبررش، ولكن في رايي ما بين الجزائر يعني مرتبطه ماده واحده هي البترول. En clair, nous pouvons faire durer nos réserves plus longtemps. Mais pour cela, il faut avoir une stratégie, un modèle, ce qu'on appelle le modèle de consommation. Et pour ça existe en Europe. Tout à fait. Ça existe en Europe. Le modèle Marcal est très connu. Les Tunisiens ont un modèle Marcal. Les Marocains ont un modèle Marcal. Par exemple, je connais la méthode des Marocains pour arriver à 2030. 42% en énergie renouvelable, 14% d'éolien, 14% de solaire et 14% d'hydraulique. C'est clair, défini. C'est clair, c'est net. Et il y a une vision. هذه واحدة الزراعة باسكو ما يعوضوا لا بترول لا غاز لا ذهب لا والو. المرار كم عايشين بالزراعة، عايشين بالزراعة. أنا هذه قريتها كي كنت صغير في ليكول، باسكو البترول ماتير تخلاص، بالزراعة ما تخلاش. تصور باللي الجزائر راهي تجيب اكثر من 60 مليار دولار، وراهي الاكسبورت واحد 800 مليون دولار فقط. نعم. بينما المغرب راهي تصدر حوالي 23 ولا 24 مليار دولار. من الناحية الثانية نرجع إلى تعليق فقط برك. إذا رجعنا إلى المعطيات، المغرب من الناحية الغربية كل منتجات زراعية الآن توجدها في يعني في بريطانيا، في بريطانيا سوبر مارشي. في المتاجر البريطانية تجد منتجات غذائية مغربية. أي بلد يفتخر يكون عنده ملعب بحال هذا الشيء. احنا في الجزائر للأسف مازال ما عندناش على الأقل ملعب واحد بهذا المستوى، ما عندناش. Je dis aujourd'hui, dans notre pays, ceux qui ont des diplômes ne sont pas valorisés sur le marché du travail. Je prends l'exemple de nos deux voisins, à la fois le Maroc et la Tunisie. Un ingénieur, par exemple, au Maroc ou en Tunisie, est payé 2 fois, voire 4 fois plus que le même ingénieur en Algérie. إذا كان المغرب يخطط بأن يكون من بين 20 الوجهة العالمية في آفاق 2020، فهل يمكن للمحترفين الجزائريين الحلم على الأقل من أن تكون الجزائر في الرتبة 100 في هذه الفترة؟ هنا غير كيهضر على لي بيرو تشونج ولا شو. نعطيك انا مثال، المغرب عندهم اكثر من 750 بيرو تشونج. بون في الشروط راك عارف كي دير بيرو تشونج يليقها ميكرو، لالارم، هذيك اللي تفيريفي اللي بي الى اخره.
استقبلت الجزائر سنة 2013 2.7 مليون سائح أجنبي حسب منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، وهو رقم اعتبرته الهيئة منخفضا جدا مقارنة بحوالي 10 ملايين سائح لدى المغرب الذي حل في المركز الأول إفريقيا. وبالنسبة لتشغيل الناس، هل تعلم بأن المغرب الشقيق يزرع 5 ملايين هكتار سنويا ومساحته أقل من مساحة الجزائر ب6 مرات؟ 7500 دينار إذا كان ردوها بالأورو، يعني ما هي المصاريف اللي قادرة يقوم بها هذا الطالب؟ ولكن إذا كان نروحوا نلاحظ مثال في يعني 75 أورو، يعني إذا كان يعني بالحقيقة إذا كان من البنك 70 أورو، يعني إذا كان تهبط يعني إذا كان تهبط في المطار، من المطار الآخر تحت 40 ولا 50 أورو معناتها خلاصوا لك. ولكن شوف مثال إذا كان نروحوا للمغرب، شوف المغرب نفرق، داير مثال للتربص معناتها ستاج واحد في نونتربريز، إذا كان يدير ستاج ماهوش كيما يعني واحد يروح يقرا. اذا الفلو ستاج يمدوا 25,000 درهم لمده 12 شهر، مع العلم ان فيه حوالي يعني 25,000 درهم، 25,100 أورو. المغرب يعني المغرب لا يملك لا بترول ولا شيء، يعني اصبح يعني في هذا يعني مداخله من الخضر والفواكه، يعني ما الذي ينقص الجزائر عن المغرب؟ يعني شوف مثلا كم الجزائر تصدر من غير المحروقات، يعني مبلغ اقل من مليار دولار. في نفس الوقت المغرب مثلا جارنا صباح يصدر بمبلغ حوالي 25 مليار دولار. علاش الجزائر ما قدرتش تخرج من هذه التبعيه؟ واللافت في موضوع المغرب انه اكبر قطاع الان الذي تجاوز حتى قطاع الفلاحه، اكبر مساهم في الجي دي بي في الناتج الاجمالي للمغرب هو تصدير السيارات. يعني رونو استثمرت، وعكس رونو التي يعني الجزائر الحكومه هي التي كانت سخيه في استثمارها في صناعه السيارات في الجزائر. رضوان وقت اللي كثر التشكيك في مستوى البطوله المغربيه رجع الدربي هذايا ورجعنا الاجواء الكبيره تاع البطوله المغربيه. والله انا لما نشوف الصور هذه اللي شفتها منذ قليل خاصه في المدرجات، يعني نحشم بعد قليل باش نتكلم على الدربي الجزائر، لانه ديربي بين المولوديه والاتحاد والله يعني كل الصور كانت تتكلم عن نفسها، الاداء فوق الميدان، الصور في المدرجات، يعني كل شيء راه يمشي حاليا المغرب مقارنه بالجزائر. حتى في اللاعبين تاع المنتخب المغربي راهم يلعبوا في انديتهم، احنا اللاعبين تاعنا ما راهمش يلعبوا، الديربي تاعهم راه احسن من الديربي تاعنا، يعني امور كثيره راهي موازين القوى. الحمد لله المقارنه تمشي في المواضيع الكل حتى في الديربيات. الحمد لله ان الجزائر ما راحش تواجه المغرب بعد اسابيع، يعني مازالوا 3 اشهر كل شيء يعني راح